الكلام ده يعني هتدونا ارض بديله يعني؟ بص، كل الاحتمالات موجوده لمساعده نادي الزمالك. امتى يا فندم؟ نادي الزمالك إن شاء الله بيغرق. ان شاء الله يا ان شاء الله دكتور اشرف، دكتور اشرف، حضرتك انت شايف الملفات، وانا لسه كنت بتكلم امبارح انه من 3 سنين كان النادي الاهلي قاب قوسين او ادنى من نفس الموضوع. الارض دي هي اللي حيته، هي اللي جابت له فلوس. انا مش عايز الارض علشان ياخدها حسين لبيب ولا عمرو اديب. انا عايز الارض علشان ياخدها نادي الزمالك المملوك للدوله ويخرج من عصرته. هو ده اللي انا بتكلم فيه. ان شاء الله خير، ورسالتك واصله واحنا داعمين لحل الامور بقدر المستطاع. دي الرساله اللي اقدر اقولها، وان شاء الله يبقى في طمانينه. لا يا فندم، في الحلول، كل الحلول موجوده ان شاء الله. ايوه يا فندم، امتى؟ ان شاء الله في اقرب وقت باذن الله. اقرب وقت؟ احنا بقى لنا 6 اشهر في اقرب وقت. النادي ان شاء الله خير. يا دكتور اشرف، ما هو ده بيأثر على النادي نفسه، بيأثر على الدخل، بيأثر على المباريات. طب ولما ينهار ويشهر افلاسه؟ لا لا لا، لن ينهار نادي الزمالك، واطمن وطمن الناس. يعني في ارض بديله ان شاء الله؟ لن ينهار نادي الزمالك ان شاء الله رب العالمين، كل الاحتمالات موجوده واحنا مساندين ومساعدين. انا بسأل حضرتك عشان انا متعود معاك ان انت بتتحمل الاسئله. انا بتحمل على الاخر. بص، الاحتمالين موجودين، يا تتحل الارض دي واحنا ميزين ده كلام تمام. واخد بالك، يا متى يبقى فيه البديل وفي نفس الاريا بس. طب عظيم، الاثنين ده كلام موجودين. عظيم.